مساء الخير وإن شاء الله تكونوا بخير جميعا. ما بظن أنه بعد التجربة اللي عشناها بسوريا في واحد سوري عاقل ما بيحلم أنه تكون في عندنا حياة مدنية، ويكون في عندنا ديمقراطية، ويكون في عندنا حرية التعبير عن الرأي. وإلا ليش خرجنا وليش دفعنا هذا الثمن الغالي والباهظ جدا؟ ما بعرف. اليوم سمعت انه بدمشق صار في مظاهرة للمطالبة بتطبيق الحياة المدنية والمطالبة بحقوق المرأة. أنا برأيي هذا حق مشروع وبيعطي إشارات إيجابية للخارج وللداخل إنه في حرية التظاهر، في حرية التعبير عن النفس. ولكن ما بتحسوا إنه شوي بكير؟ ما بتحسوا إنه يعني استعجلتوا شوي؟ يعني بالله عليكم، في ناس بعد ما لقوا أبنائهم المفقودين بالسجون، في ناس عم تدور ليل نهار، وجهات عم بتدور على السجون السرية اللي بعدها ما انفتحت ولا انكشفت. في على الأقل 250 ألف عزل الآن بسوريا للناس يلي فقدوا أبنائهم وفلذات أكبادهم وأعمامهم وأخوالهم وآبائهم وبناتهم، وكل واحد منه خياله قاعد يسرح إنه كيف مات من فقدت. على الأقل استنوا ليخلص هذا العزاء. يعني صبرتوا 55 سنة، ما بتقدروا تصبروا على الأقل 55 يوم؟ استنوا بس ليبرد الجرح، استنوا ليصير شوي في استقرار، شوي في تأمين للحاجات الأساسية، شوي تأمين. في ناس ما بيناموا الليل ولا نهار لأنه بيحاولوا إنه الأمن يستتب، وهذا أهم شيء. لا تنسوا انه بعد ما القوا القبض حتى على اعتى عتاة السجانين والمجرمين واللي لطخوا ايديهم بدماء السوريين. استنوا، والله هذول اللي اجوا حرروا سوريا من اطغى طغاة الارض، من اعتى طغاة الارض، هذول والله ما اجوا من كوكب اخر، والله ابناء سوريا. ابناء سوريا اللي عاشوا التجربة المريرة، ابناء سوريا اللي عشتوا معهم بالتاريخ والجغرافيا، ابناء سوريا، ابناء الحضارات. ما تصدقوا الأبواق الخارجية، وما تصدقوا التخوفات، وما تصدقوا كل واحد يسرح بخياله. سوريين هذول قاموا مشان تتطبق الحرية، والحرية رح تتطبق، والديمقراطية رح تتطبق، وحرية التعبير عن النفس رح تصير، ولكن شوي 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 شوي. 55 سنة بس اصبروا، 55 يوم على الأقل، كل شيء راح يكون أفضل، وسوريا ستزدهر إن شاء الله. تحياتي.